نبارك للشعب السوري وللحكومة بارك السورية. لنفسك، لا تمثل الشعب السوري. بس بدون مقاطعة دكتور بارك لشبيحتك، أنت لا تمثل الشعب السوري أيها المحتل الصفوي. دكتور خالد ليس مخول أن يتكلم باسم الشعب السوري. دكتور خالد بس اسمعني شوي. خلص كلامك. نعم. ولا بتقاطع ولا مقاطعة. بس أرجوك لا يتكلم باسم الشعب السوري. ما لك علاقة، بيقول اللي هو عاوزه. يتكلم باسم شبيحته. ما لك علاقة. نبارك للشعب السوري البطل والحكومة السورية الوطنية ولخط المقاومة والممانعة هذا الشهر الكريم، وأتمنى سنأتي إلى عيد الفطر وقد انتهى الإرهاب وانتهى الكفر. أيها الإرهابي يا أخي لا خالد، يا أخي ما يقول إرهاب يا أخي ثوار مجاهدين. يا ليك خالد إذا شوف دقيقة يعني هو تجاسر. دقيقة خالد أنا اتفقت أنا وياك بدون مقاطعة. يعني ليش نضيع الوقت هلق على بس أرجوك ما تجرحنا يا أخي أنت سجل عندك. أنت جاسرت ما عندك منطق منذ بداية كلامك كله تجاسر. خالد قلت لك يا أخي أنا ساكت، أنا هو اللي عم أحكي ساكت أنا. تفضل. أنا أبارك سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه على أن المنطقة الذي هو راقد فيه سيدك تاج راسك. نعم تاج راسي خالد بن الوليد. سيف الله ورسوله. طهرها الجيش السوري من هؤلاء الأنجاس. خسأت أيها النجس، أيها الشبيح، أيها الصعلوك. فلذا لا يقول أنجاس عن الثوار. الثوار 11 من راس ملالي. لا يقول عن الثوار يا فيصل. هؤلاء طهرت الأرض ومن فيها من هؤلاء. طيب خليني أسأل سؤال أخير. الحمد لله. تفضل. الحد لله. يعني عيد الفطر. نعم. عيد الفطر ينتهي كل شيء. نعم. نعم هذه أتحدى. نعم كثيرة. أتحداك. شوف الآن في حمص وحلب وحرسته والقابون خلاص انتهت الليلة الآن قبل داخله في الحرب علنيا بصورة علنية. سعود الفيصل يقول نعطي سلاح. الأمير سعود الفيصل تاج راسك يا أخي. وكذلك البريطانيين عندهم إيمان ما عنده لأنهم ليسوا أهل وطن. هؤلاء غرباء. يا زلمة يقول لك احنا ما اهل وطن. هذا الايراني رد عليه. طيب رد عليه. عصابات الحرس الصفوي وعصابات المنغولي بشار الوحش هي التي السيدة زينب. هؤلاء تكفيريين قتلوا. طيب ماشي بدون مقاطعة. هذه اطفال سوريا اللي حريصين على مجازرها من تريمسة للحول على الارض. كان يتبجح بشار الاسد بانه يا اخي كمل. لا كنت تكفيريين. الارهابيين الذين دخلوا سوريا. الجن لسانك، لا كنت تكفيريين. فهؤلاء هم الذين دخلوا الى القصير وخربوا المنطقه. فلذا حزب الله دخل في هذا المستوى. انا لكن هناك تقدم. هناك تقدم. هذا الشيطان الذي يزور على الشعب السوري. هذا تاج راسك العربي. هذا الشريف. هذا سيد. بدون. ايوه انتم صهاينه لما تجاسر على هذا. انت صهيوني وسخ. لا صهيوني وسخ. كمل. هذا اللي حرق الصهاينه. هو هذا مدمركم. هذا مدمركم السيد. الجم لسانك الجم. كمل. عجوز الابيد. انت خسئت انتم الصهاينه المحتلين يا محتلين سوريا. يا مجوس. يتكلم على السيد حسن. صهيوني بامتياز. اخرس ايها الصهيوني. ايها المجوسي. يا سيد الكريم، عندما قدمت والله عجوز من دير الزور الأبية درجت حقده هذا الصهيوني. معلومات عامة أقول لك. مخابرات. أنت محتل سوريا. أنت محتل سوريا. أنا مهتم بالقضية الأمة الإسلامية والعربية. احنا باعتبارنا ناس مؤيدين للمقاومة ولكن مقاومة يا محتل التي تحرق قلوب أنصار الصهاينة. أنصار الصهاينة في المنطقة. يا أخي سجل عندك خليه يكمل يا زلمة. سجلت. شوف في نقطة مهمة. هذه حرب قائمة، حرب عالمية. حلو جميل. أوكي تفضل. بس اعطيني معلومات. ايوه في معلومات. ما يعرف. اعطيني ارقام. طبعا انا من سوري. طيب. انا متعاطف مع الشعب السوري والقياده المقاومه في سوريا وضد العملاء الذين يحاربون بالنيابه عن الكيان الصهيوني وامريكا في سوريا. يا اخي ارجوك ما تقول صهيوني ترى معصب. فلذا انا اعتقد بس بدون الكلمات هذه مشان خلينا ما بقول صهيوني بجرحني. هذا المجوسي ما هو ما يريد يقبل انه صهيوني. هذه المشكله. انت صهيوني يا مجوسي يا محتل. قسما بالله لولا احترام الفيصل ولا هالبرنامج امسح انا صهيوني يا صهيوني. فلذا انا ما اقول لك انت. انا اقول لك الناس اللي يحاربون. انا بقول صهيوني هذا صهيوني. انا اقول لك الناس اللي انت ليه تاخذها على نفسك. انا اقول لك الناس اللي يحاربون. فلذا انا اصلا ما اقابلك اصلا على اي حال. فانا اقول العربي الخليج العربي
قولا واحدا. من المحيط الأطلسي إلى الخليج الفارسي العربي كما قال جمال عن راسك وراس ملالي إيران، كما قال جمال عبد الناصر. الخليج العربي كما قال جمال عبد الناصر. فلذا أنا أعتقد أن يدمرون هؤلاء الشيشانيين والأفغانيين والباكستانيين بس ما بهنا يا أخي، ما جايين هؤلاء أتوا إلى هذه المناطق لأنهم ليسوا أبناء بلد. أنت ابن أبا ولك هو ابن بلد يا زلمة. هو الإيراني ابن البلد وإحنا ما أولاد بلد، ولك إحنا العشائر اللي فتحنا بلاد الشام ما أولاد بلد يا زلمة. قسم بالله ودجن. ولك أنت ابن بلد أيها المحتل الصفوي. ولك إحنا ابناء القبائل اللي بسيوف أجدادنا حررنا الشام وكانت بلاد الفتوحات. أنت منين جيتوا الأقصى علوم؟ والله لا ندحركم وندوس على رقابكم الشام الأبية وطهر منكم. هؤلاء دخل. شوف الجيش السوري عندما يحاصر منطقة لفترة طويلة يريد أولا يخرج مخابرات محتل يعرف يريد أن يخرج الأهالي بهدوء بأمان. بعد ذلك يتواجه. معلش أنا بسأل منين جابوا الدبابات؟ لا عندهم دليل انتصار قوة الجيش. لا تدخل من الأردن وتركيا. نعم طوابير تدخل دبابات ومدافع ثقيلة من اسبوع يا فيصل. وكيلك الله تعشيت ذبحنا دجاج، تعشينا دجاج في حلب. وكيلك الله والاخ عبد الجبار يعرف الناس. ولك هي حلب 80% بيدنا. ومطار منق العسكري بقى له بلا مؤاخذه بقى له مطار منق العسكري بحدود يا اخي تعال شوف هذا اللي عم يحكي بقى له مبنيين مطار حلب. السؤال عندي